الجمعية يعني كان ليها دور في أكتر من قضية أثرية. كان أشهرها هرم سقارة، برضه من القضايا المهمة الأرض الأثرية اللي متخمة لدير أبو مقار في وادي الريان، سوري في وادي المطرون. أحيانا في وزارات ما بتهتمش بكلامنا أو ما بتاخدش بكلامنا، يعني مثلا من ضمن القضايا برضه اللي أثرناها مسجد اسمه الملكة صفية، عملنا تقرير واترفع للآثار، لكن للأسف طلع إن وزارة الآثار مش هي اللي مسؤولة عنه، المسؤولة عنه وزارة الأوقاف. وتم تحويل الملف لوزارة الأوقاف. للأسف وزارة الأوقاف فشلنا تماما إن احنا نقابل وزير الأوقاف أو أي حد مسؤول. قابلنا مدير مكتبه، لكن للأسف كل محاولاتنا إن احنا نحرك هذا الملف فشلت تماما. الهوية المصرية أو الهوية بشكل عام هي نتاج الشعب. على مدار سنين الشعب بيعمل حضارة، بيعمل ثقافة، بيعمل فكر. هذا الفكر التراكمي والثقافة التراكمية بتعمل حضارة. فالحضارة ديت هي اللي بتنطبع على الشخصية، فعشان كده بنقول الشخصية المصرية والهوية المصرية. نحافظ على الهوية المصرية دي بيشترك فيها يعني للأسف وزارات كتيرة جدا، أولهم طبعا التربية والتعليم، وطبعا الثقافة والآثار والسياحة، لكن التربية والتعليم هي العمود الفقري لأي بلد، لأن هي اللي بتقدم التاريخ والحضارة والجغرافيا وكل حاجة عن البلد اللي الولاد موجودين فيها.